ملك المغرب. ملك المغرب كان رايح على فرنسا وماخذ معاه ابنه ورايح على مؤتمر المناخ تعرفوا المناخ على اساس مناخ الكرة الأرضية. ولعلمكم أول ما عقد مؤتمر بعد حرق الأقصى في الرباط في المغرب. ومين المسؤول عن مقعد القدس؟ المغرب. فهمتوا؟ أولا لما صار الحرق ومنظمة المؤتمر الإسلامي والتعاون الإسلامي، وين عقد الأول مؤتمر عندهم؟ في الرباط. اثنين، وبالتالي الكرسي لمين اللي مسؤول عن القدس؟ المغرب وملك المغرب. تمام؟ طيب وهي القدس بروح يتسكع في شوارع باريس هو ابنه، دققوا معي، ومش ببعث رئيس وزراء. طب ما في رئيس وزراء جاهز يذهب اصلا، رئيس وزراء معني يذهب، معني بس قرار الملك فوقه. تمام؟ بيبعث سفير مش وزير، بيبعث سفير. هذا الرجل وانتم بتشوفوا ولد صغير بكون امير وموجود في اليوتيوب، ولد صغير امير بعرفش عمره 6 7 8 9 10، بيجي بيستعرض، بنزل بكون الجيش صافف بيستعرض، بيجوا القيادات بصيروا يبوسوا ايديه. ولد صغير. فيش دولة بتذل العسكريين مثل المغرب من ايام ابوه، لازم ينزل ويقبل قائد اي واحد. بعدين مش كل الناس بيسمحوا لهم اصلا يقبلوا، مش كل الناس بيسمحوا لهم يقبلوا. فانتبهوا. ايش يعني انت المغرب ايش هالتصرف التافه هذا؟ ايش انت مش قادر؟ انت ما سمعتش يعني بموضوع القدس؟ طيب عندك رئيس وزراء اصلا هو بتمنى يروح يذهب للمؤتمر. تمام؟ انت بتروح انت على فرنسا وبتبعت سفير. حتى تعرفوا لما قلنا لكم انسوا اي واحد لم يختاروا شعبه خطير، بظلهم متآمرين على الامه. انا بديش الساعة افتح الان صفحة ابوه هذا اللي في المغرب، بس بكفي خزي إله، بكفي خزي حتى إله تبعت سفير. عاجز انك، لعلمكم اليهود طبعا بالنسبة له، لعلمكم اليهود بالنسبة له ما فيش اشكال، عندهم اصلا معززين مكرمين بما فيهم الصهاينة بروحوا لعنده على المغرب من ايام ابوه هذا تبع المغرب. طيب والشعب المغربي بالملايين، قديش في فقراء هناك، ولا بلد هذا بلد ضخم وطاقاته هائلة. ايش هذول الناس اللي دير بالكم هذول موظفين على فكرة يضبطوا وتيرة تطور الأمة.